الأسرة الرابعة المصرية بقى ديت اسمها أسرة الأساطير. كل ملك فيها عامل حوار في التاريخ. الناس لحد دلوقتي بتسأل على الأسرة الرابعة ديت كأنها مصر كاملة في قلب الأسرة دي. الأسرة ديت بسم الله ما شاء الله عليها ديت الأسرة الرابعة المصرية. ابتدت بواحد عمل لنفسه 3 أهرامات، الناس بتبني لنفسها هرم وده راح بني 3. ده اسمه الملك سنفرو، ده أبو الملك خوفو، ده أول واحد في التاريخ عمل الهرم الكامل اللي أنت بتشوفه كأنه مثلث ده اللي بترسمه. عمل واحد فيهم في قلب ميدوم واتنين تانيين في قلب دهشور. ليه؟ ما تفهمش. التاني بتاعنا بقى ده اسمه خوفو، حدث ولا حرج، أكبر هرم. دخل يا باشا بسم الله ما شاء الله عليه عجائب الدنيا السبع وثبت وقعد وقال لك لا، يعني عملت تاريخ قديم وهعمل تاريخ جديد. كأنه أكبر مبنى حجري في العالم. عاش زي ما عاش ولحد دلوقتي لسه موجود في قلب الجيزة، ممكن تقدروا تشوفوه بعينيكم. والأهرامات برضو ال3 ممكن تقدر تشوفها بعينيك برضو عادي في الأسرة الرابعة. نخش بقى على اللي بعد منه، هتلاقي واحد تاني خالص اسمه جد فراع. جد فراع ده ساب الدنيا والاخره وقال لك لا يا عم الحاج سيبك من المكان ده كله، انا رايح ابني في حته بعيد، وراح بني هرم ليه في حته بعيد كده خالص. سموه حتى الهرم المفقود. نبص نلاقي نفسنا لابسين في واحد تاني كده اسمه خفرع. تشوف الهرم بتاع خفرع ده من بعيد تحس ان هو اطول من هرم خوف. بس العمليه سهله، يعني هو قالك انا هبنيه على من ابويا وحطه في مكان عالي، عمل رجع لهضبه الاهرام وراح حطه ايه في حته على هضبه الجيزه يعني. ما سبتوش لحد كده وقال لك لا الدنيا خلصت، جه خفرع راح باني حاجات بس جاب حجاره من بعيد وظبط الدنيا بتاعته على كده. حتى الهرم بتاعه في اجزاء لسه مبنيه من طوب لبن في المبنى الجنائزي اللي حواليه، وده لسه موجود لحد يومنا هذا اللي هم ال3 اهرامات بتوع الجيزه. اخر ملوك الاسره ديت واحد اسمه شيبسكاف. شيبسكاف ده قال لك لا انا مش هوجع قلب ولا ابن هرم ولا نيله، رجع تاني للمصطبه زي اهله بتوع الاسرات الاولى والتانيه، لان التالته كانوا بيبنوا برضه اهرامات. ورجع تاني للمصطبه او التابوت زي ما بيقول عليها. ولحد كده نقول لك ايه ديت اسره اساطير ولا لا؟ ممكن تكتب لنا في الكومنتات هتتابعني ولا لا، اشوف تعليقاتكم باذن الله. وان شاء الله هنكمل السلسله بتاعت مصر الجميله دائما بدايه من الاسره الرابعه في الحلقه اللي جايه، ونتفرج بقى على الجمال والدلع بتاع مصر القديمه كلها. وربنا يستر عنا وعليكم واشوفكم على خير. ما تنساش لو اول مره تشوفني لايك وشير واشتراك في القناه اذا كرمت. سلام.